السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان اول لما انزل فيديو جديد يوصلكم على طول، وبرضه ان انتوا موجودين هنا في القناه ونوصل القناه ل 100,000 مشترك. ده هيساعدني علشان غالبا الفيديو ده مش هيتحط عليه اي اعلانات ولا حاجه، وغالبا الفيديو ده اليوتيوب هيخبيه كده اهو علشان انا هشتم في الفيديو ده كتير. فيعني انا مش هقعد بقى اعمل سنسور والكلام ده، عشان لا يعني الواحد لازم يتكلم. تمام. بدايه What the fuck What the fuck was that؟ انا بصوا، انا من ناحيه يعني في سنه فرح جوايا، تمام، والرياكشن اللي انا بديه دلوقتي مش رياكشن على الفيلم، لان بجد الفيلم انا هفضل اقول ان هو فيلم مارفل عادي جدا، انا ما عنديش اي مشكله معاه. بس الفكره ان انا فرحان من جوايا ليه؟ علشان اخيرا الناس بدات تشوف الحاجه اللي انا عمال اقولها من ساعه لما كنت بعمل فيديوهات عن الافلام في القناه الاولى، ان كل افلام مارفل هي نفس الفيلم وبيتعاد مفيش اي مشكله. الناس بقى جت اخدت بالها في الفيلم ده، ولما اخدت بالها في الفيلم ده جم الفيلم الغلط ياخدوا بالهم فيه في فيلم كابتن مارفل، الفيلم اللي بيبعت رساله نسويه. تمام. ومين اللي اخد باله من الموضوع ده؟ النيردز بتوع الكوميك بوكس. ومش قصدي بالنيردز بتوع الكوميك بوكس ان هي حاجه وحشه، لا، يعني النيردز بتوع الكوميك بوكس دول هم السبب اللي موجود عندنا افلام عظيمه بتاعه كوميك بوكس، هم السبب اللي موجود عندنا افنجرز 1 وايج اوف اولترون وافنجرز انفينيتي وور، وبعد شهر ولا شهرين هيكون عندنا افنجرز اند جيم. بس يقوموا ضاربينهم بقى قبل افنجرز اند جيم بوجبه فاسده اللي هي كابتن مارفل. انا ما بقولش ان كابتن مارفل فيلم وحش، بس عشان لما بقول ان انا بافور فيه شويه وكده اهو، لا، بالنسبه لي كابتن مارفل هو فيلم من افلام مارفل العاديه جدا، اللي انا عمال اقول ان كل افلام مارفل افلام مارفل اللي هي بيعملوها، اللي هي البطل واحد كده اهو، افلام عاديه جدا اذا ما كانتش اقل من الافريج بشويه، اللي هي بس بتروح تتفرج عليها عشان تاكل بوب كورن وبتاع. فيلم كابتن مارفل في نفس الخانه دي، بس الباكلاش اللي الفيلم ده واخده انا قاعد ورا كده اهو مستريح. وايوه ايوه ايوه، ده الكلام اللي انا كنت بقوله. ايوه بالظبط، ده الكلام اللي انا كنت بقوله. انا كنت غلطان في حاجه؟ كنتش غلطان في حاجه. ايوه، الفيلم ما بيعملش اي حاجه جديده، الفيلم بيعمل كل الحاجات اللي مارفل عملتها قبل كده، بيضربها في الخلاط بقصه بشكل مختلف شويه، ولكن هي مش مختلفه ولا حاجه عشان هي زي كل افلام مارفل. اكشن مش عارف مين، شويه دايلوج كده اهو، نكته نكته نكته، اكشن اكشن اكشن، وبقى عندنا كابتن مارفل. واو، ان انا اكون قاعد بتفرج على الفيلم والفيلم ماشي كده اهو، ومره واحده من جوايا فعلا يجي لي الفكره دي، واقول من جوايا ان فيلم وندر وومن كان احسن من الفيلم ده. ان انا فعلا يجي لي الفكره دي، تعرفوا ان مارفل عملت حاجه غلط. فيلم وندر وومن اللي هي البطله بتاعته جال جادوت، اللي انا بقول عليها ان هي واحده من اسوأ الممثلات اللي موجوده دلوقتي، كان احسن من فيلم كابتن مارفل. والحاجه التانية بقى اللي مخليها كل الانترنت مقلوب كده اهو على بعضه، وات ذا فاك اللي هم عملوه في نيك فيوري. جاد، يعني انا فاهم الزاويه اللي هم رايحين ياخدوها منها، ان نيك فيوري ايوه كلنا بنشوف ان هو الباد اس، اللي هو الشخص الخطير ايوه الجانجستا، اللي هو كل الافلام بيطلع له كده هو بيتكلم بالطريقه I lost my one good eye وبتاع، والطريقه دي اللي هو ايوه نيك فيوري. مطلعينه في الفيلم شخص التافه اللي ملوش اي لازمه، اللي هو ده بالقطه ويتش كده مش عارف مين. تمام، انا كنت فاهم الناحيه اللي هم رايحين منها، ان ايوه نيك فيوري لما يكون متقابل مع شخصيه هيبه بنت لذينه اللي هي زي كابتن مارفل بيطلع الحقيقي اللي جواه، بس لما يرجع قدام كده اهو كولسن ولا حاجه بيديها اللي هو الشكل الخطير كده اهو. بس بعدين يلا بقى اللحظه اللي كنا مستنيها، نيك فيوري اللي ازاي خسر عينه اللي بالحاله الوحيده اللي هو فعلا كان بيثق في شخص كده هو، وخسر عينه مش عارف مين. دلوقتي لما حد يسالني ايه اخر فيلم سوبر هيرو انت اتفرجت عليه واستمتعت بيه، مش هفكر واحد ولا اتنين، واظن معظمكم برضو مش هيفكر. اكوامان. اكوامان مين اللي عمله؟ دي سي. يعني كمان اظن واضح انا ليه مبسوط دلوقتي. ايه الكومنت، ايوه الناس بتوع مارفل في الكومنت، ايوه ولعوا زياده. فايه رايكم نتكلم على الفيلم بقى شويه دلوقتي؟ تمام. الفيلم بيبدا وكابتن مارفل احنا بنعرفها ان هي من العرق الكري دول، اللي هم المحاربين النبلاء، واحنا ما بنفهمش كتير على الكري. هو ايوه احنا فهمنا عن الكري من الفيديوهات والحاجات اللي احنا قعدنا نقراها كده هو قبل ما نتفرج على الفيلم عشان نعلم نفسنا، عشان دي يعني الحاله مع كل افلام مارفل. بس في الفيلم ذات نفسه ما شرحوش حاجات كتير عن الكري هم المفروض زي ما تقول البوليس بتاع الفضاء، خلينا نقول. فالفكره ان كابتن مارفل هي واحده منهم، وهم على رحلتهم علشان يدمروا السكريل اللي زي ما انا قلت، زي ما كل الناس كانت فاكره هيكونوا الاشرار بتوع الفيلم ده، ولكن السكريل ما كانوش الاشرار بتوع الفيلم ده. دي التويستايه اللذيذه اللي جت في النص كده، واللي انا ما كانش عندي اي مشكله معاها، بالعكس انا حسيت ان لحد اللحظه دي في الفيلم كان ماشي حلو جدا، وعجبتني التويستايه اللي عملوها. بعدين
فاول كام مشهد بتشوف الكابتن مارفل مع مش عارف جود لو الممثل ده، كام مشهد لذيذ كده، هو بيتخانقوا وبتاع وبيبنوا الكيمياء اللي ما بينهم. قلت تمام، حلو ان يكون بطله فيميل وبطل وبس هم اصحاب، اللي هو مش لازم بقى ويحشروا قصه حب ملهاش اي لازمه في النص. دي حاجه عجبتني يعني، تغيير لمره كده اهو. فضلنا ماشيين كل حاجه، وايوه مهم هنا هو يروحوا هنا اهو، ولا السكرول الدول الاوغاد خلاص هيستولوا على وقضوا على كابتن مارفل. كابتن مارفل قويه جدا، فراحت ومشيت ومش عارف مين وكل الكلام ده، لحد لما نزلوا على المنطقه 53 تمام، اللي هي الارض بقى، وينزلوا فين؟ في بلوك باستر. طبعا معظم الريفرنسز اللي اتحطت في الفيلم ده انت قاعد كمشاهد عادي ولا فاهم اي حاجه، صدقني ان انت عامل نفسك ان انت فاهم مش عارف مين. لا، الفيلم كان مليان ريفرنسز تسعيناتيه، ولكن انت ما كنتش هتفهمها غير لو انت كنت عايش في امريكا، علشان كل الريفرنسز اللي اتقالت دي انت كواحد صدقني ولا فهمت اي حاجه. انت دلوقتي لو هتروح تتفرج على الفيلم وهتلاقي ريفرنسز هتفهمها ليه، لان دلوقتي كل حاجه مفتوحه عليك كده هو، وانت تقدر تفهم الريفرنسز دي مفيش اي مشكله. بس انت ما كنتش عايش هناك في بدايه التسعينات، وبرده ما كانش فيه نت هناك ان احنا نقدر نشوف اي حاجه، فمعظم الريفرنسز دي انت ولا فهمت اي حاجه. يا دوبك بس ايه يعني، ان هم يقعدوا في انترنت كافيه، دي كان ريفرنس حلو، وغير عن كده صدقني ولا فهمت اي حاجه. هتعمل نفسك ذكي، لا انا فهمت الريفرنس ده، لا. والفيلم كان مليان كتير من دول، وده خلى الفيلم يقع زياده بالنسبه لي. توصل بقى كابتن مارفل الارض، وتبدا رحلتها ان هي تعرف هي كانت مين. خلينا نقول ايه، ان اول ما وصلت الارض بان الكونكشن ده، واحنا كجمهور بنتفرج مش فاهمين الكونكشن ده معمول ليه اصلا بقى، فاهم يعني؟ احنا كنا فاكرين ان هي كري، هي اصلا كري مش بشريه عاديه، ولكن لا، بنعرف ان هي بشريه عاديه، وشغل رغي كتير. وبعدين في اللي هي الممثله اللي بتعمل الفاذر فيجر، مش فاذر فيجر بقى في الحلقه نسويه، نسيت، اللي هي المثل الاعلى للكابتن مارفل، اللي بتحاول تبني مش عارف مين بقى والكلام ده، عشان تحارب الحرب الحقيقيه وتنهي الحرب والكلام ده كله. بنعرف هي مين، وبنمشي في رحلتها مع سامويل ال جاكسون. وسامويل ال جاكسون بنفهم بقى بدايات شيلد والكلام ده كله بس، وكم اكشن سين لذيذ في النص كده مع السكريل، وتحصل التويستات اللي انا قلت لكم عليها. وبعدين الفيلم يتنقل ل سي جي اي ابو كلبي، سي جي اي الزباله. وبعدين دي يعني دي الكومنت اللي انا يعني عملته، وده اللي انا ملاحظه من الفيلم، ان معظم البادجت اللي حطوها في السي جي اي بتاعت الفيلم ده راحت علشان يخلوا وش صامويل ال جاكسون صغير، لان وش صامويل ال جاكسون وطريقه التمثيل كل حاجه فلالس، رائعه، عظيمه. تحس فعلا ان صامويل ال جاكسون من بدايه التسعينات هو اللي بيمثل حاجه بنت لذينه. تروح بقى للاكشن سينز اللي هي سي جي اي لكابتن مارفل، اوحش من الاكشن سينز اللي كانت في بلاك بانثر بجد يعني. يا محلى بلاك بانثر في عيني دلوقتي. وبينتهي الفيلم واحنا مش عارفين ليه كابتن مارفل هي اقوى شخصيه في عالم مارفل السينمائي. دي الكلمه اللي كان الناس كتير عمالين يقولوها، وده اللي احنا كنا متوقعينه. ليه؟ لان في نهايه افنجرز انفينيتي وور نيك فيوري اتصل بكابتن مارفل، اتصل بالبطله اللي هتيجي تخلص الليله كلها. بس في الفيلم ده يعني ايه كابتن مارفل عملته ما عملوش ثور مثلا؟ يعني ايه كابتن مارفل عملته هالك ما يقدرش يصد قدامها مثلا؟ يعني انا دلوقتي في دماغي لو هتسالوني انا، لو انت حطيت كابتن مارفل قدام سكارلت ويتش اللي هي كده اهو تمحي كابتن مارفل، ما عندناش اي مشكله. ونروح بقى دلوقتي لاكتر بلوت بوينت يعني رزلت عليا في الفيلم، حوار التاسراكت هي السبيس جيم او الانفينيتي ستون بتاع الفضاء، تمام، اللي احنا تعرفنا عليه في فيلم افنجرز الاول. لا احنا تعرفنا عليه قبل كده، ولكن بان في فيلم افنجرز الاول، هو كان طلع في فيلم كابتن امريكا الاول. دي بقى ضربت لي الحسبات كلها. ليه؟ لان احنا كنا عارفين ان فيلم افنجرز فيلم كابتن امريكا الاول التاسراكت كان مع الريد سكول، والريد سكول لما مسكه اتفتح بوابه في الفضاء، وريد سكول اتنطر على كوكب تاني، والتاسراكت نزل مع كابتن امريكا، نزل في الجليد، وكابتن امريكا هو كمان بعد كده فضل ماشي شويه بالطياره، وبعدين راح منزل الطياره في الجليد، تمام، ما عندناش اي مشكله في الموضوع ده. بعدين لما في نهايه فيلم كابتن امريكا وبدايه فيلم افنجرز بقى، قالوا ان هم لما طلعوا كابتن امريكا عرفوا يطلعوا التاسراكت معاه، تمام. بعدين نيجي في الفيلم ده اللي هو محطوط في زمن التسعينات، نلاقي ان لا، التاسراكت اساسا الست دي كانت بتستخدمه، ما بتستخدموش في التسعينات، لا بتستخدمه قبل التسعينات ب6 سنين اصلا بقى. يعني التاسراكت كان موجود كده مش عارف، كان مرمي في حته وهي اخدته، ما فيش اي مشكله، وقعدت تستخدمه. وفي اخر الفيلم ده مين اللي بياكل التاسراكت؟ القطه بتاعت نيك فيوري، اللي هي يعني اللي انا اظن وانا قلت الكلام ده كده ان هي ليها دور كبير في الكوميكس مع كابتن مارفل، لكن مش موضوعنا دلوقتي. فالقطه هي اللي اكلت التاسراكت.
التسلكت بقى طلع امتى بعد كده، وليه نيك فيوري طلعه، وليه نيك فيوري حطه في البروجكت باجاسس اللي كان في بدايه افنجرز 1 اول فيلم الافنجرز. حاجات كتيره هم توهونا فيها على الفاضي، وبيختموا لنا الموضوع ده كله ايه؟ ان نيك فيوري اتعور في عينه بالقطه. 10 out of 10. انا هنهي الفيديو ده بحاجه لذيذه جدا انا كنت متوقعها، ان نفس الحوار اللي حصل مع فيلم وندر وومن. ما تفتكروش يعني انا بحب فيلم وندر وومن، هو فيلم وندر وومن اللي هي كلام كتير عليه، وقلت اكتر من مره ان انا عندي مشاكل كتير معاه. بس انا بعد ما طلعت من السينما، من بعد ما اتفرجت على فيلم وندر وومن، وقلت ان هو واخد 94 في راتن توميتوز، ودي مصيبه يعني بجد ان هم مدين فيلم كده عشان فيمينيزم وومن باور كده. اتس ريديكولس. تمام. دلوقتي بقى اول لما طلعت فيلم كابتن مارفل على اي ام دي بي، فيلم كابتن مارفل واخد 5. دايم ذاتس هارش يعني، دي تقيله قوي 5 كده مره واحده. اوف. دخلت على راتن توميتوز اللي هو المكان بقى الفيلم كريتكس هم اللي بيتكلموا عن الفيلم وبيقيموا الفيلم، واخد 85%، وقافلين الريفيوز بتاعت عامه الناس. انا حاسس نفسي ان انا شخص سيء باللي انا بعمله بس اقول لكم يعني بيني وبينكم انا ما عنديش مشكله ان انا اكون الباد جاي في السيناريو ده، لان زي ما قلت لكم قبل كده، قلتها مليون مره، افلام مارفل العاديه اللي هي الصغيره دي افلام للمتعه وتتنسي على طول، لو بس رحت على بوب كورن كده وخلاص بعدين تتنسي. الافلام بقى اللي انا فعلا بحبها في مارفل اللي هو زي ما اتكلمت قبل كده، فيلم انفينيتي وور، جارديان اوف جالاكسي، الافلام اللي ايه بيكون فيها تجميعه وفعلا بتكون حاجه مهمه يعني بتحصل. بس الستاند الون موفيز، عندنا اوليفر جونز اللي كاتب ريفيو على روتن توميتو بيقول while it might be a Marvel movie، هو ممكن يكون بس مجرد فيلم المارفل، it shares a deeper spiritual DNA with movies like Memento اوكي، بتشترك بمعنى عميق جدا مع افلام زي فيلم مومنتو الفيلم بتاع كريستوفر نولان، و Eternal Sunshine of the Spotless Mind الفيلم اللي هو بتاع جيم كاري اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، اللي هو واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها. Then it does say Ant-Man. كمية البرتنشسنس اللي موجودة في الريفيو ده مش طبيعية. يعني اخونا اوليفر ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان فيلم كابتن مارفل بيشارك المعنى العميق في حكاية القصة مع فيلم مومنتو وفيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind اكتر من انه بيشارك اي حاجة زي فيلم انت مان. يعني فيلم انت مان دلوقتي بقى كخة سو جود. انا مش هتكلم، انا خليكم انتوا الناس اللي بتتفرجوا، حتى الناس اللي كارهين الكلام اللي انا بقوله، بالله عليكم فيلم انت مان الاول اللي انا اتكلمت عليه قبل كده وقلت ان هو فيلم ممتع جدا، بالله عليكم مش احسن من فيلم كابتن مارفل؟ وهما الاثنين بالنسبه لي هيفضلوا فيلم المارفل عاديين جدا، بس فيلم انت مان كان احسن من فيلم كابتن مارفل. في الاخر ده رايي. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم او ما عجبكمش، دي حاجه انا هتفهمها برضه، ولكن يعني مش كتير انا بعمل فيديوهات اللي هو فعلا ايه خلاص بنزل الفلتر وبتكلم زي ما انت عايز، وده مش عارف هيزود من الصوره اللي موجوده في دماغكم ان انا بكره اي حاجه في الدنيا كده قدامي، ولكن لا ده بس عشان ايه زي ما تقولوا بيف قديم بيني وبين اي حد كده، هو بيقعد يقول لي ان انا بكره افلام مارفل على الفاضي. يعني كمان يعني ما بحبش اعزز لدي سي زياده عن اللزوم، بس انا عمال اقول لكم ان دي سي هي الحاجه الحلوه دلوقتي. ايوه عملوا كام مصيبه كده بالافلام بتاعتهم، ولكن يعني كمان. وغير عن كده يا جماعه انا بحاول على قد ما اقدر ان ده ما ياثرش خالص جدا عن الحاجه اللي انا سايبها في دماغي كده اللي هو فيلم افنجرز اند جيم. مش هخلي فيلم كابتن مارفل ياثر على الموضوع ده كله، ان انا عامل حساب من البدايه فيلم كابتن مارفل انا داخل اتفرج عليه كفيلم لمارفل عادي جدا، وفيلم افنجرز اند جيم هو الايفنت، هو الحفله، هو الفيلم اللي فعلا اللي انا رايح علشان ايه استمتع. وغير عن كده اعزائي المشاهدين، لايك او ديسلايك على الفيديو ده ما عنديش اي مشكله، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان اول لما انزل فيديو جديد يوصلكم على طول. لو انتوا عايزين تشوفوا اخر فيديو انا نزلته هنا في القناه ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود فوق هنا، ولو عايزين تشوفوا فيديو عشوائي جدا اليوتيوب شايف ان هو هيعجبكم ضغطوا على الفيديو اللي موجود تحت، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.